اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض الكشري الاسكندراني بس بطريقة سهلة جدا وكمان بطعم يعني هيعجبكم بإذن الله. اول حاجة هنجيب الحلة او الطاسة او ايا كان الحاجة اللي انت هتعملي فيها الصلصة. اول حاجة هنحمر البصل التقلية الاول. هنحمر البصل، هنحط شوية من الزيت، مش هحط زبدة لان لو حطيت زبدة يعني بتتحرق بسرعة. فاحنا في البصل هنحط زيت بس. حطيت شوية من الزيت وبعدين نزلت بيه البصل مقطعينه حلقات كده زي ما انتم شايفين، وطبعا مع التقليب المستمر هنفضل نقلب فيه لحد ما يتحمر وياخد اللون اللي هو الدهب الجميل ده، وهيبقى مقرمش معانا ولا طري ولا اي حاجه، ولا بحط عليه نشا ولا بحط عليه دقيق ولا اي حاجه خالص زي ما انا بشوف ناس كتير بتعملها. وهوريكم برضو البصل في الاخر اللي هو كان يعني ناشف، ما كانش طري خالص. ده بعد ما خلصت البصل طبعا هنحط بقى مكان البصل اللي احنا حمرناه معلقه كده من التوم المهروس، يا دوبك تتحمر وتاخد لون دهبي فاتح. هننزل بيه الصلصه، عصير طماطم تكوني عصراه ومصفيه، وبعدين هنحط الملح واسيبها لحد ما تتسبك كويس جدا. هنا البيض كنت بسلقه. هنجهز بقى فيه الكشري بتاع او الرز بالعدس بتاع الكشري الاسكندراني. حطيت معلقتين من الزبدة على شوية من الزيت، وبعدين نزلت ببصلاية متوسطة يا دوبك هتدبل كده حاجات بسيطة، وبعدين هنزل بيه العدس. بس طبعا تكوني العدس غسلاه منقيه الاول وغسلاه ومنضفاه كويس جدا، يعني كذا مره مش مره واحده. هننزل بيه العدس وهنفضل نقلب فيه كويس جدا. هنشوح الرز وبعدين كويس جدا. هنحط بقى مكعب ماجي، وهنحط شويه من الكمون وملح وفلفل اسمر، وحطيت طبعا ملح بس في الاخر يعني ما كانتش الكاميرا فاتحه في الوقت ده. بس هنشوح الرز كويس جدا وبعدين هنسقيه بالميه العاديه خالص. نسبه العدس مع الرز علشان تكون مناسبه ما تكونش كتير قوي. كوبايه العدس بتاخد كوبايتين من الرز، يعني كل كوبايه عدس قصادها كوبايتين من الرز. طبعا حطينا الميه، واول ما يبدا في الغليان بوطي عليه علشان ما يتحرقش، وبسيبه لحد ما يتشرب الميه ويستوي تماما. طبعا بعد ما البيض اتسلق جبت معلقه كده او معلقتين من الزبده، وهنحط البيض طبعا اللي احنا سلقناه وقشرناه. هنحطهم، هنشوح بقى البصل سوري، هنشوح البيض، او زي ما بيقولوا متهيألي بيقولوا هندحرج البيض شوية في الزبدة. وهنحط برضو نفس التوابل اللي هي فلفل اسمر وكمون وملح مع الزبدة والبيض، وهنفضل ايه يعني ندحرج فيهم شوية، وبعدين كده هيكونوا تمام جاهزين معانا. صلوا على سيدنا محمد الصلاة والسلام. شايفين البصل ما كانش طري خالص، لو انتم ملاحظين كان باين عليه اللي هو مقرمش يعني، ولا طري ولا شارب زيت ولا الكلام ده خالص. اهم حاجه اللي انت تقطعي البصله تكون مش تخينه، تكون يعني رفيعه شويه عشان تطلع معاكي مقرمشه، وتبعديها عن النار. يعني اول ما تشيليه كده في قلب الطبق او الحاجه اللي انت هتشيلي فيها، ابعديه عن السخونيه او يعني خليه في الهوا كده، هتلاقيه نشف معاكي وهيبقى جميل جدا من غير نشا ودقيق ولا الكلام ده خالص. حطينا طبعا الرز وبعدين الصلصه والتقليه والبيض. كده يبقى خلصنا الكشري الاسكندراني، كان جميل جدا طعمه تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوه ان شاء الله باذن الله يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.